اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيك يا اهل العلا في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعاده وسلامه يا رب. عاملين ايه؟ قلنا ندخل بقى من مود الطبخ كده، وقلنا لازم العيد ايه نعديه برنج. احنا فعلا كلنا رنج، كنت عند عمتي يعني في اسبوع العيد فجابت لنا رنج. بس طبعا كل واحد عايز ياكل رنج ايه في بيته. فجبت رنجة فلقيتها ايه ما شاء الله ما شاء الله. رحت بقول لها وزني الاتنين، عايزتها ب75 او ب70. لقيت قطعهم ايه 55. بقول لها ليه؟ ده انت مقربة على الكيلو. قالت لا ده دول ايه نص كيلو. الكيلو بكام؟ قالت ب100 جنيه. قلت يا نهار ابيض. اقول لها رجع تاني؟ قلت لها مفيش مشكلة. هي كانت جميلة فعلا، بس برضه ما تستاهلش ايه ال100 جنيه. المهم كده صلوا على النبي، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. طبعا ايه انا كان نفسي لها بطروخ من هو الخشن ده، ما لقيتش الا ناعم. في اللي بيحبها بسلطه بقى، واللي بيحبها من غير سلطه. عملت بسلطه وما عملت من غير سلطه. يا رب ما انت كريم، يا رب اغفر لنا وسامحنا يا رب. يا رب يا رب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. في ناس كتير بتحبها ايه من غير شويه، فانا اللي قلت بحبها لازم اشويها. المهم جبتها وشويتها. احنا طبعا بنحبها بالقشر بتاعها، في ناس بتقشرها. بس انا بنضفها بس من اللي جوه. كان نفسي بطرخ اللي هو الخشن ده، اللي هو الجرش ده جميل قوي، بحبه صراحه. بالذات لما يكون قاعد بس كده، يكون جلعزه كده. انما الناعم ده ماليش فيه قوي، يعني ركنته كده وخلاص وما تاكلش برضه. في ناس بتحبه عن الايه عن الخشن، بس احنا بنحب الخشن. انا كنت مجهزه جنبي الحاجه، مقطعه فلفل ومقطعه طماطم ومقطعه بصل عشان اعمل لها ايه سلطه طحينه، سلطه رنجة. وحاطه درينك وبتاع. كل ده هنشوفه دلوقتي. فرشت السل فينها وفرشت بطنها. هي صراحه طلعت جميله جدا، بس ما برضه ما تستاهلش ال100 جنيه، غاليه قوي. الله المستعان. ربنا معانا يا رب ويسهل لنا امورنا ويا رب يرزقنا يا رب ويدلنا على الطريق الصح. كل واحد بيبقى في حيره، وكل واحد في وقت كده بيجي عليه وقت ان هو بيبقى مخنوق، وقت بيجي عليه وقت ان هو الله المستعان. ربنا معانا كلنا. طبعا احنا بنحبها بشرايح عادي، ما قشرتهاش، قطعتها حتت. انا عملت الاتنين، شويت الاتنين بس سبت واحده قطعتها بس كده، حطيت عليها طحينه وليمون. واحده حطيت على ايه السلطه بتاعتنا دي. حطيت بصل، ما حطيتش البصل كله طبعا، الباقي بقى بتاكل بيه برضو عادي. حطيت الفلفل والطماطم اهو. حطيت طحينه بقى وليمون، وظبطت ايه الزبابيط زي ما بقول. او عصرت ليمونه، معلش الليمونه بتزفلت مني، فقلت بما اني بقى كده ايه اهو رشيت طحينه ما شاء الله. طبعا الكل بيحب الرنجة، في ناس تقول ما بيحبش الرنجة، مفيش مشكله. دي حاجات شخصيه، وكل لك كل ما يعجبك كل بس ما يعجب الناس. التانية عملت انا كنت هخلص الطبق الاولاني، التانية بعملها بدل ما اسيبها كده ونقعد اقطع منها بقى وكده، لا عملت اما برضه انضفها وقطعتها وحطيتها في الطبق جنب البطاريخ دي. ملقتش فيها بطروخ قد كده اصلا، بس هي طعمها حلو بامانه. يعني دلوقتي يجري تاني، يعني نجوعت. صلوا على النبي واشتركوا في القناه. يا ريت الجديد يلف لفه كده يشوف. لو فيديو عجبه يحط تعليق، يحط لايك. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، وربنا يبارك لكم بجد. يعني ربنا يرزقنا جميعا. ويا رب يا رب يا رب يشفيك يا بدرية ويزيح عنك، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، ربنا يشفيك ويعافيك يا بدرية. تعال معنا يلا، مع 1000 مليون سلامة.